سعيد بن المسيب رحمه الله من كبار علماء التابعين، مشهور من كبار علماء التابعين. يقال أن له كانت ابنة بنت جميلة، وكانت طالبة علم ممتازة تحفظ علم السعيد بن المسيب كله. من خطبها ابن الخليفة. فلما جاء وزير الخليفة وجاء هذا الولد خاطب، ماذا قال هذا الوزير للسعيد بن المسيب؟ قال له: يا إمام، أتتك الدنيا بحذافيرها، يعني أنت من سيكون سهرك؟ شكون راح يكون نسيبك؟ ابن الخليفة، له الأموال وله الأراضي وله الذهب وله الفضة فماذا قال السعيد بن المسيب؟ العلماء كيف ينظرون إلى الدنيا ومتاعها؟ قال: إن الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة، جناح ناموسة. قال: فما يكون لي من هذا الجناح إذا قسم بين الناس؟ سبحان الله، نظر إلى الدنيا بنظر الله إليها، ولم ينظر إلى الدنيا بنظر الناس إليها. الله ينظر إلى الدنيا أنها لا تعدل عنده جناح بعوضة. فالسعيد بن المسيب نظر بنظرة ربه سبحانه وتعالى، ولم ينظر بنظرة الناس إلى الدنيا. قال: هذا الجناح جناح بعوضة، إذا قسم بين الناس فما يكون لي منه؟ فرفض وزوجها لطالب علم جد فقير من طلبته. صلى الله تعالى أن يهدي قلوبنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه.